في الوقت اللي النادي الاهلي بيعمل حفل اسطوري لتكريم الابطال عن الموسم المنقضي، الزمالك بيعمل حملة تطهير شاملة في كل المجالات. في الوقت اللي الكابتن محمود الخطيب بيلقي كلمته في حفلة الابطال كلها الغاز، اللواء حسن موسى بيفتح مغارة الزمالك ويكشف ال40 حرامي. في الوقت اللي المفروض فيه ان الكل يعمل لصالح نادي الزمالك، بنكتشف مفاجآت ومفاجآت ومفاجآت. خزنة الزمالك اتفتحت وتلاقينا فيها مبلغ ضخم يا زملكاوية. هنكشف كل الحقائق النهاردة، وهنعمل زي الحاوي وهنطلع من الجراب كتير. هنقول لك مين اللي اتقدموا للنيابة العامة ومين اللي اترفضوا وتم اقالتهم داخل نادي الزمالك، وهقول لك ايه اللي حصل من امبارح لحد وقتنا هذا داخل اروقة نادي الزمالك، وهعرفك سر غياب نجوم النادي الاهلي ورموزه عن الحفل الاسطوري زي الكابتن سيد عبد الحفيظ والاستاذ حسن حمدي وعضو مجلس الاداره حسام غالي. وكمان ليه بقى في ازمه جديده بالنسبه للقندوسي داخل اروقه النادي الاهلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقائي واخواتي ومتابعين ومشاهدين افراد اسره ملعب افندينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم ووحشتوني. وكالعاده لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا يا أبو الصحاب ادعم أخوك باللايك الجميل، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من أفراد أسرة ملعب أفندين. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، نادي الزمالك العظيم خلاص فيه حملة تطهير. الزمالك بينضف بجد. الزمالك فيه حاجات مهمة حدثت من الأمس. اولا فتح خزنة نادي الزمالك. ايوه اللجنة فتحت الخزنة والحمد لله يا زملكاوية لقينا مبلغ ضخم هيحل كل مشاكلنا. يعني الفلوس دي كانت فين يا معالي المستشار؟ يعني كنت نايم على الفلوس دي كلها ازاي؟ الخزنة فيها كام يا عم قول لنا؟ الخزنة الحمد لله كان فيها بالظبط وبالتحديد 4700 جنيه. او ربنا 4700 جنيه يا اخوانا. انا بنتكلم عن خزنة نادي الزمالك مش خزنة قعد موظفين، لا هي خزنة نادي الزمالك فيها 4700 جنيه. ده اللي هو ازاي يا مؤاخذة؟ امال احنا كنا بنعمل صفقات يا معلم مستشار ومخلص مع 3 صفقات ونجوم مش عارف ايه هجيبهم وحل الازمات وهنجدد لابو الفتوح ب 4700 جنيه. ده انت لو جبتهم بسكوت ووزعتهم على اللعيبه مش هيكفوا. ال 4700 جنيه دي خزنة نادي بحجم نادي الزمالك فيها 4700 جنيه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويطلع واحد يقول لي أنت اللي دمرت النادي. يا أخي خليك زملكاوي يا أخي وما تقولش الأخبار دي. يا ابني هو إحنا عندنا أخبار غير دي؟ هو نادي الزمالك فيه أخبار غير اللي بقولها دي؟ بقول لك الخزنة في 4700 جنيه يا مؤمن. ماشي، عشان كده اللجنة بدأت في شغلها من الساعات الأولى وصدر القرار برفض كل من 1 الأستاذ محمود خالد رئيس الشؤون القانونية واللي في نفس الوقت جوز أخت المستشار مرتضى منصور. 2 محمود العسال المستشار القانوني واللي كان دايما بيعمل لقاءات يعني لمرتضى منصور. 3 الأستاذ هاني عبادة مدير الأمن. 4 الأستاذ مصطفى يحيى نائب مدير الأمن. 5 طارق أباظة مدير إدارة النشاط الاجتماعي. 6 شريف حسن مدير إدارة العقارات واللي كان دايما واقف جنب المستشار مرتضى منصور. 7 محمود حنفي. 8 حسين كمال. 9 إيهاب خضر. 10 وليد بخيت. ايه ده يا باشا كل دول؟ ده دول كده يعني ايه شوية كده على ما لسه اللجنة تشوف بقية اعمالها. دول خلاص رفض نهائي من نادي الزمالك واستبعاد من القلعة البيضاء وعدم دخولهم مرة اخرى الى نادي الزمالك. ومدير الخزنة تحويل للنيابة العامة. ايوه
الفلوس اللي طلعت من الخزنة طلعت بدون سند قانوني ليه؟ مين اللي قالك تطلع؟ وانت سمعت كلامه ليه؟ ففي تحقيقات في النيابة. هتقول لي ما حدث قبل كده وراحوا وخلعوا وما كانش فيه اي حاجة حصلت. اقول لك يا سيدي احنا بنأمل ان الامور المرة دي تتكشف للجميع. 1000 مليون مبروك لكل الزملكاوية تطهير نادي الزمالك من الفساد. 1000 مليون مبروك لكل شعب الزمالك تطهير نادي الزمالك من المستغلين. 1000 مليون مبروك لكل الزملكاوية تطهير نادي الزمالك من اللي دمروه. ده كان موضوعنا الاولاني. طب نخش بقى على النادي الاهلي. النادي الاهلي يا سيدي كان عامل حفل اسطوري امبارح تحدث عنه الجميع داخل مصر وفي الوطن العربي. حفل بصراحة يليق باسمه وحجمه وتاريخ النادي الاهلي، يليق باللي حققه النادي الاهلي في العام الماضي. كل البطولات النادي الاهلي عمل هرم كده ورص عليها بطولاته وكرم كل نجومه وكل ابطاله في حفل اسطوري حضروا الجميع الا البعض. مين بقى البعض اللي ما حضروش الحفله؟ واحد، الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي مجلس الاداره اقاله من ايام معدوده او من اسبوعين 3 ما حضرش الحفله. طب ايه سبب عدم حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ ده ابن من ابناء النادي الاهلي وواحد من اهم الشخصيات اللي حققت البطولات السنه اللي فاتت، كان سبب رئيسي في انجازات النادي الاهلي. اولا كده الكابتن سيد عبد الحفيظ موجود داخل القاهره، مش مسافر في ايطاليا زي ما الناس ما قالوا. لكن الكابتن سيد عبد الحفيظ رفض الحضور لعده اسباب، اهمها انه زعلان وغضبان من اللي حصل ومش قادر يجي على نفسه ويحضر الحفلة وهو مكسور. 2، الكابتن سيد عبد الحفيظ خاف من مواساة اللي موجودين له. انت كويس، انت حققت انجازات، والسيد عبد الحفيظ ما بيحبش الحاجات دي. واللي يعرف سيد عبد الحفيظ كويس يعرف ان شخصيته قوية، ما بيحبش الطبطبة والمواساة. وده كان سبب رئيسي ان سيد عبد الحفيظ ما يحضرش الحفلة، ومؤشر واضح انه عنده حالة غضب شديد من الكابتن محمود الخطيب ومن اقالته. طب مين التاني؟ التاني وهو الأستاذ حسن حمدي رئيس نادي الأهلي الأسبق، واللي حقق إنجازات وبطولات وعمل تاريخ داخل النادي الأهلي. طب إيه اللي زعل حسن حمدي عشان ما يحضرش حفل زي ده يا عم أفندينا؟ ده الراجل بره المجلس من 2010 تقريبا وعلاقته قوية بالكابتن محمود الخطيب. إيه اللي يخلي حسن حمدي ما يروحش الحفلة؟ هقول لحضرتك، الكابتن حسن حمدي زعلان وواخد على خاطره من الكابتن محمود الخطيب، وده بسبب حاجتين. الحاجة الأولانية إن بيقول مفيش مبادئ داخل النادي الأهلي بعد الموقف اللي حصل من الكابتن محمود الخطيب والتعاقد مع إمام عاشور. شايف إن صفقة إمام عاشور ضرت بمصالح النادي الأهلي وبمبادئه. والحاجة التانية وده سبب شخصي، إن إمام عاشور نفسه سب الكابتن حسن حمدي داخل أروقة النادي الأهلي، وما ينفعش حسن حمدي يروح للراجل اللي جاب اللي سبه جوه النادي الاهلي. ده سبب زعل الكابتن حسن حمدي. طب رقم 3 بقى مين؟ حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، الكابيتانو حسام غالي، واللي كان واحد من اهم اسباب اقاله الكابتن سيد عبد الحفيظ، ما حضرش الحفله ولا حضر اجتماع مجلس الاداره، في موقف غريب بالنسبه لكل الاهلاويه بل بالنسبه لكل متابعين كره القدم ان حسام غالي ما يحضرش حفله الابطال. طب ليه حسام غالي ما حضرش؟ حسام غالي من وجهة نظري وليست معلومة ما حضرش لان كان الصحافة والموجودين والمدعوين هيتكلموا معاه في موضوع سيد عبد الحفيظ، فاشترى دماغه زي ما بيقولوا وقال ان انا ما اروحش عشان ما حدش يكلمني في موضوع سيد عبد الحفيظ، وخصوصا ان حسام غالي كان عضو مجلس الادارة الوحيد اللي وافق على قرار اقالة سيد عبد الحفيظ. ده مش بس كده، ده هو عضو مجلس الادارة الوحيد اللي حضر الاجتماع اللي اتبلغ فيه سيد عبد الحفيظ بالاقاله. معنى كده ان الناس هتبدا تتكلم معاه في الموضوع، اختار انه يبعد عن اليوم ده وان الامور تعدي والامور تبقى سلسه يعني الحفله تعدي على خير. وده
كان اهم 3 ما حضروش حفلة النادي الاهلي. طب ايه الالغاز اللي انت قلت عليها؟ الالغاز ان الكابتن محمود الخطيب في حديثه قال ان اللي جاي صعب جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي، بالرغم من وجود كل الرعاه والصفقات واللي النادي الاهلي مستقر اداريا وفنيا، ان الكابتن محمود الخطيب اكد على اللي جاي صعب. والكابتن محمود الخطيب طلب وجود الجماهير ودورهم المهم. طب طول عمر جمهور الاهلي واقف ظهر النادي الاهلي وسنده. كان في بعض الالغاز هنشرحها في حلقه جايه عشان الحلقه ما تطولش. انما أزمة القندوسي بقى، القندوسي بعد النادي الأهلي ما اتفق معاه إنه يروح سيراميكا كليوباترا والنادي الأهلي هيتحمل 25% من راتبه، القندوسي جه النهارده قال لهم مانيش رايح. يا ابني يهديك يرضيك، قال لهم مانيش رايح. يا ابني ليه؟ قال لهم اضمنوا لي ان انتوا هترجعوني يا في يناير يا في الصيف القادم، انما ان انا اروح وبعد كده تقولوا لي احنا مش عايزينك، يبقى من دلوقتي قولوا له احنا مش عايزينك وادوني كل مستحقاتي وسيبونا امشي. وما زالت المحاولات مستمره لاقناع القندوسي عشان الاهلي يعلن عن صفقه المهاجم. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك فضلا منك وليس امرا ادعم اخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندين.